السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغطية لأهم أخبار البورصة اليوم الاثنين بتاريخ 4/5/2026. الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليأتيك الأخبار بشكل يومي وسريع. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. ارتفاع مؤشر بورصة مصر بالمنتصف EGX 100 يتجاوز 20,000 نقطة. التجاري الدوري مصر يعلن إصدار سندات توريق ب2,000,000,17 لصالح درايفر. شوف كده تفاصيل الخبر ده. أعلن البنك التجاري الدوري مصر CIB إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية بقيمة إجمالية 2,000,000,17 ونص، في خطوة تعكس التزام البنك بدعم الشركات في تعزيز سيولتها النقدية مما يدعم خطط التوسع في السوق المصري. وشهد الإصدار تعاون بين عدد من المؤسسات المالية، حيث قام البنك التجاري الدولي CIB بالشراكة مع البنك العربي الإفريقي الدولي بدور المستشار المالي والمروج ومدير الإصدار الرئيسي، كما قام كل من بنك البركة والبنك المصري الخليجي بدور ضامن التغطية، في حين تولى البنك المصري الخليجي مهمته أمين الحفظ وملتقى الاكتتاب. وشارك في العملية كل من بنك نيكست وشركة العرب الإفريقي لإدارة الاستثمارات، بينما تولى مكتب الديرين وشركاء دور المستشار القانوني، وقام مكتب بكير محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب الحسابات. طب تمام. سهم بنيان للتنمية والتجارة يختبر حاجز نفسي هام. سهم الشمس إسكان يواصل الصعود بعد اختراق مقاومة محورية. ارتفاع مؤشرات بورصة مصر في التعاملات الصباحية الثلاثين أعلى 52,400 نقطة. اليوم آخر فرصة لمشتري سهم توسع للتخصيم للحصول على الكوبون النقدي. شوف قيمة الكوبون كده بسرعة. ينتهي خلال جلسة الاثنين اليوم في توزيع كوبون شركة التوسيع للتخصيم، ومن مقرر توزيع كوبون بواقع 7 قروش للسهم الواحد اعتبارا من يوم أول عمل تالي لانتهاء عطلة يوم 7/5. 7 قروش حاجة لا تذكر يعني. طيب، عمومية جلاكسو تقرر توزيع كوبون نقدي وشراء وتخريج خطوط إنتاج. طيب ماشي. اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة جلاكسو القوائم السنوية وحساب توزيع الأرباح وتقرير مجلس الإدارة ومراقبة حسابات الشركة على القوائم المالية للمركز المالي 31 ديسمبر 2025. وحسب إفصاح الشركة، قررت العملية صرف كوبون نقدي بقيمة 75 قرش. طيب، قيمة الكوبون 75 قرش لكل سهم، على أن يتم الصرف فور توفر السيولة النقدية. محددوش امتى يعني. ماشي اوكي. أرباح النيل للأدوية تقفز 92%، تجاوز 239 خلال 9 أشهر. أسعار بنيان للتنمية تدعو مساهميها لمناقشة زيادة رأس المال عبر أسهم مجانية. بنيان دي لسه يا جدعان، لسه عايزة تتوسع بسرعة كده. طب ماشي. قررت شركة بنيان للتنمية والتجارة دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية المقرر انعقادها يوم الاثنين 1 يونيو. بحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر اليوم الاثنين، تضمن جدول الأعمال النظر في قرار زيادة رأس مال الشركة المصدر من 1,000,000,7 ليصل إلى 1,800,87 بزيادة إجمالية قدرها 170 مليون، على أن هذه الزيادة سيتم تمويلها من الأرباح المرحلة وفق القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. ماشي بسيطة.
اليوم نهاية الحق في توزيع كوبون دلتا للطباعة. دلتا للطباعة. توزيع كوبون دلتا للطباعة رقم 17 بواقع 10 جنيه للسهم، وذلك اعتبارا من 7/5. وحققت دلتا للطباعة صافي ربح 73 مليون جنيه خلال 2025 مقارنة ب69 مليون جنيه خلال 2024، بنمو قدره 5.15%. كما ارتفعت مبيعات الشركة السنوية لتصل إلى 800 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل مبيعات بلغت 761 جنيه من العام السابق. طيب دلتا للطباعة ماشي. رواد السياحة توضح أسباب تأخر الإفصاح عن قوائمها المالية السنوية لعام 2025. طب ايه الأسباب يا جدعان؟ نشوفها كده مع بعض. أعلنت شركة رواد السياحية رواد عن مبررات تأخر إرسال القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عن الموعد المقرر. وأوضحت الشركة في الإفصاح لبورصة مصر اليوم الاثنين أن أسباب التأخر تعود إلى عدم انتهاء بعض الشركات التابعة من اعتمادها القوائم المالية الخاصة بها مجالس إدارتها، وأشارت إلى استمرار أعمال المتابعة المراجعة من قبل مراقب حسابات الشركة للانتهاء من التقارير النهائية. تمام. 4 توزيعات نقدية وخطوة جديدة لطرح حكومي وحسم نزاعات قضائية. احنا كده يا جماعة يعتبر غطينا معظم أخبار اليوم. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.